السلام عليكم. أهلا بيكم في 5 هندسة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو استلام الكاميرات. في استلام الكاميرات أهم حاجة لازم نستلمها هو عرض الكاميرا وعمق الكاميرا، ونعمل تشيك عليهم ازاي. أول حاجة عرض الكاميرا كده كده بتبقى طبقا للمعماري أو المعماري هو اللي بيقول لنا عليه. طيب عمق الكاميرا طبعا برضو بتبقى موجودة في اللوحات الإنشائية، ولكن بنعمل تشيك عليه طبقا للكود علشان الترخيم. ده أقل عمق ممكن نقاوم بيه الترخيم. زي ايه؟ قالك لو هي كاميرا بسيطة بتبقى البحر الفعال أو البحر الخالص على 12. لو هي كاميرا مستمرة من ناحية واحدة بتبقى على 14 إلا على 14. لو هي كاميرا مستمرة من ناحيتين بيبقى البحر الصافي للكاميرا على 16. لو هي كاميرا كابولية اللي هو هتبقى ال كانتليفر على 5. بس القيم اللي الكود مديهالنا دي كلها هي للحديد اجهاد الخضوع بتاعه من 350 ل 420 نيوتن على المليمتر مربع. طيب دلوقتي احنا شغالين على المواصفة الجديدة اللي هي 500. هنعمل ايه؟ الكود ما سابناش، قال لك خد القيم دي كلها واضربها في 4 من 10 زائد الاف يلد على 700، يعني تقريبا في 1.1 من 10. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الكنات. أول حاجة إيه هي فايدة الكنات؟ الكنات بتستخدم معايا عشان أعلق فيها الحديد الرئيسي العلوي أو الحديد الثانوي للكاميرات، يعني الحديد العلوي بيتربط في الكنات. طيب تاني حاجة هي ايه؟ مقاومة القص. يبقى عندنا في حاجتين بيقاوموا القص معايا في الكاميرات: الخرسانة بتاعة الكاميرا، وتاني حاجة هي الكنات. ولو في قص كبير بقاومها بتسليح ايضا، ولكن في الامثلة اللي معانا دلوقتي احنا بنقاوم القص بالخرسانة وبالكنات. طيب اول كانة بتبدأ بعد قد ايه؟ بتبدأ بعد من 5 ل7 سنتي، وغالبا بتبقى 5 سنتي من وش العمود او من وش الركيزة. بعد كده بنبدأ نكثف الكنات، وبيبقى منطقة التكثيف هو عبارة عن عمق أو ضعف عمق الكاميرا. يعني لو كاميرا عندنا 60 يبقى هكثف الكنات بمسافة 120 سنتي. لو كاميرا 50 سنتي يبقى هكثف الكنات من وش الركيزة بمسافة 50 في 2 يعني متر. وايضا برضو ملحوظة مهمة جدا لازم ناخدها معانا في الاعتبار، وهو ان قفل الكانة بيكون تبادلي. قفل الكانة بيكون تبادلي، يعني ما احطش قفل الكانة في اتجاه واحد، لا، مرة في الاتجاه الداخلي للكاميرا، والكانة اللي بعدها في الاتجاه الخارجي للكاميرا. طيب قفل الكاميرا ده بيبقى عبارة عن مسافة قد ايه او طوله قد ايه؟ بيحسب 10 الفاي او 10 مرات القطر. يعني احنا بنستخدم حديد 8 ملي، يعني 10 في 8 ب80 ملي، يعني 8 سنتي، فيبقى طول القفل 8 سنتي. بعد كده هنتكلم عن التسليح الرئيسي للكاميرا، سواء كان تسليح سفلي أو تسليح علوي. أقل قطر مستخدم في التسليح هو قطر 12 ملي، وأقل عدد مستخدم من الأسياخ هم سيخين، يعني أقل عدد أسياخ 2 وأقل قطر 12. يعني ممكن نقول إن أقل تسليح مستخدم في الكاميرا 2 فاي 12. وفي ملحوظة الكود قال لنا عليها، ان لازم يمتد على الاقل في منطقة الضغط او في منطقة الشد تلت التسليح الى الركيزة. يعني لو احنا عندنا مثلا 6 سياخ 16 في الكاميرا السفلي، لازم التلت بيمتد من الركيزة للركيزة. يبقى عندنا سيخين بيمتدوا من الركيزة دي الى الركيزة التانية، او من العمود ده للعمود ده، وال4 اسياخ التانيين بيبقوا في منتصف البحر. عايزين برضو نقول لكم على معلومة مهمة جدا، وهي ان لازم حديد الكمرات بيدخل جوه العمود، ما يبقاش بره اسياخ التسليح. بمعنى ان انا لو حطيته بره هيبقى محمل على كفر العمود، لا، انا بقوم جاي حاطه من جوه العمود، لازم يحمل داخل قطاع العمود وليس الكفر. ده اول نقطة. تاني نقطة عندنا
ألا وهي إن حديد الكاميرا بيقف قبل العمود مباشرة زي ما احنا قلنا، أو بيبتدي ب5 سنتي. يعني معنى ذلك إن كنات العمود مستمرة وكنات القمر هي اللي بتقف. برضو معلومة بالنسبة للحديد العلوي للكاميرات، لازم يمتد إلى أسفل أو يتزوي الحديد ده بمسافة طول تماسك زي ما احنا عارفين واتكلمنا عليه في حلقة قبل كده، هسيب اللينك بتاعها في التعليقات. لو عجبتك قناتنا ياريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم.